الأولى لمتصدر الدوري الليبي في لقاء اليوم. تتلعب الكرة العرضية ودي محاولة لضربة راس وهدف أول. هدف أول لفريق الاتحاد الليبي، هدف أول من استغلال جيد للضربة الركنية. في الدقيقة 14 ينجح فريق الاتحاد الليبي في إحراز أول أهداف اللقاء بضربة رأس من قلب الدفاع يونس الشباني. خطأ لا يغتفر من مدافع النادي الأهلي. لسه بقول لحضراتكم الحارس، ولكن لسه بدري جدا وتبقى كل الاحتمالات قائمة. خالي تماما من الرقابة يونس الشباني. أين مدافع النادي الأهلي؟ أين التمركز الجيد؟ يونس الشباني بمنتهى السهولة يضع الكرة في المرمى. لحظة خروج الحارس أحمد عادل عبد المنعم ليتقدم الاتحاد الليبي بهدف للا شيء. ها هي الإعادة أكثر من مرة أمام حضراتكم. الكرة اللي فاتت اشترك فيها أحمد الزوي مع وائل جمعة. تتهيأ يونس يلعب العرضية على القائم البعيد ودي ضربة الراس. مش ممكن دفاع النادي الأهلي أحمد الزوي بضربة رأس يحرز الهدف الثاني لفريق الاتحاد الليبي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء. وكأنها مباراة الضربات الركنية. لم يستوعب النادي الأهلي درس الشوط الأول. الهدف الأول أتى من ضربة ركنية مماثلة أحرزه اللاعب يونس الشباني بضربة رأس. كلاكيت تاني مرة الاتحاد الليبي يستغل الضربات الركنية وينجح أحمد الزوي في إحراز هدف ثاني بضربة رأس. أين مدافع النادي الأهلي؟ أين التمركز الدفاعي الجيد؟ أخطاء سهلة جدا، بل أكاد أقول أخطاء ساذجة. لا يعني من المستحيل أنتظر هذه الأخطاء من لاعبي النادي الأهلي بخبراتهم الكبيرة. قلبي الدفاع أحمد السيد، وائل جمعة، شريف عبد الفضيل، ثلاثي دولي، ثلاثي مثل منتخب مصر مرارا.